السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا متابعين مسلسل جعفر العمدة، وكلنا لفتت نظرنا وداد مراد سيد. كتير سأل هي مين وداد دي؟ الشخصية دي مش غريبة علينا، احنا شفناها قبل كده، وفي اللي بيقول لا 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 دي جديدة. تساؤلات كتير جدا حوالين شخصية وداد أو جوري بكر. تعالوا مع بعض نشوف مين هي جوري بكر اللي قلبت السوشيال ميديا. جوري بكر هي ملكة جمال اسكندرانية، ظهرت لأول مرة مع الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس. جوري بكر هي صاحبة شخصية وداد اللي لفتت الأنظار ليها في مسلسل جعفر العمدة. وداد قدرت تخطف الأنظار منهم كلهم، وتفوقت في دور البنت الشعبية، ومفيش حد ما سألش هي مين وداد دي اللي أصبحت ترند نمبر 1 في مصر. وداد أدت دور البنت الشعبية بامتياز، عكس توقعات ناس كتير خمنوا ان جوري مش مصرية. بعدها غيرت مسارها واشتغلت في عروض الأزياء، قدمت للمرة التانية في السنة اللي بعدها في ملكات جمال مصر، وحصلت على لقب الوصيفة لملكة جمال مصر سنة 2014. أما بالنسبة لمجال التمثيل فجوري بكر مثلت لأول مرة في مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان، بس الغريب انها لما جت مثلت معاه المره دي في مسلسل جعفر العمدة ناس كتير ما افتكرتش دورها في مسلسل البرنس، وده لان دورها كان صغير جدا، فبالتالي ما لفتتش النظر في مسلسل البرنس. بس اللي عاوز يفتكرها هي كانت طالعه صاحبه الفنانه نور، وكانت بتشتغل معاها في نفس الفندق في مسلسل البرنس. ورغم ان دورها كان صغير جدا وانه لا يتعدى الثواني، لكنها لفتت الانظار، وده اللي خلى دورها التاني في التمثيل كان مع محمد رمضان برضو في مسلسل موسى اللي اتعرض في رمضان 2021. وبعدها اتفاجئنا بيها في المرة الثالثة على التوالي في مسلسل جعفر العمدة اللي بيتعرض حاليا في رمضان واللي مكسر الدنيا كلها. بس المرة دي لها مساحة كبيرة في الدور اللي هي بتقدمه، دور او شخصية وداد، الشخصية الغامضة اللي محدش يقدر يقف قدامها. والمشهد اللي قدمته مع الفنانة زينة في الحلقة 13 كان غير مثال على الكلام ده، لما عورت نفسها في دماغها وتبلت على عايدة أو زينة إنها عملت فيها كده. ومن بعدها وداد أو جوري بكر تصدرت الترند رقم 1 في مصر، وكل الناس على السوشيال ميديا بتحكي وتتحكى عنها، وخصوصا بعد مشهد اليوم لما ظهرت وهي عروسة شوقي وهي لسه على ذمة سيد. بس قولولي انتوا ايه رأيكم في شخصية وداد، وايه رأيكم في اداء جوري بكر؟ منتظرة ردكم في التعليقات، ويا ريت تعمل لايك او ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان تتابع كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.